صباح السعادة على كل حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله الحلقة التالتة من دبري ووفري. هنعمل الحواوشي مع بعض. نص كيلو لحمة، هنعمل 20 رغيف حواوشي، وكمان من غير ما نزود فول صويا ولا برغل. ان كنت عايزة تعرفي ازاي، تابع الفيديو للنهاية عشان تعرف المكون السحري اللي احنا ضفناه. بس في البداية هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبتدي الفيديو بتاعنا. عندي نص كيلو من اللحمة مفروم فرم ناعم، هنضيف عليها نص كيلو من البصل وخمس فصوص توم. والمكون السحري عندي بطاطسيتين حجم وسط مسلوقين، هيتضربوا معانا في الخلطة، مش هيظهروا اساسا ولا هيأثروا في الطعم، في نفس الوقت هيزود الكمية. هنحط في الكبة البصل، هنفرم البصل كويس لغاية ما يبقى ناعم معايا خالص، وهنضيف عليه الخمس فصوص توم برضو نعمهم خالص. بعد كده هنضيف البطاطس، هنستمر عليهم في الضرب في الكبة لغاية ما القوام يبقى زي العجينة، زي العجينة بتاعت الكريب ماهي كده. طبعا البطاطس لانها مهروسة مع البصل لما بيتفرموا كويس خالص بيعملوا معانا مكون كده زي المهلبية بالظبط. هو ده القوام اللي انا عايزة اوصل ليه. تستمر في الكبة فرم فيها لغاية ما توصل للدرجة دي، عشان خاطر تبصي تلاقي البطاطس لما تضيفي عليها اللحمة ما بتظهرش نهائي. طبعا انتي بتكوني اصلا سلقها سلقة كويسة بحيث ان هي اول ما بتحطيها تتهرس وتدوب معانا. تعرفين البطاطس ما بتاخدش وقت اصلا في النار. ضفنا نص كيلو اللحمة، وضفنا عليه بصل بودرة وتوم بودرة وبابريكا ومعلقتين نشا. طب النشا ليه؟ عشان خاطر عندي البطاطس المهروسة مع اللحمة والبصل هتخلي العجينة طرية زيادة عن اللزوم، فهنحط معلقتين نشا عشان خاطر العجينة بتاعتنا تتماسك. وحطيت معلقة من تتبيلة المشويات، دي بتجيبيها من اي سوبر ماركت. لو مش متوافرة بتجيبي تتبيلة حواوشي. لو مش متوافرة برضو معاكي تتبيلة الحواوشي، خلاص انتي ممكن تستكفي بالبصل بودرة والثوم بودرة والبابريكا اللي احنا اصلا ضفناهم، لان هي اصلا تتبيلة الحواوشي او تتبيلة المشويات هي عبارة عن التوابل اللي عندك موجودة في البيت. ممكن برضو تحطي السبع بهارات بتاعت اللحمة. هتفرمي الخليط كله كويس مع بعض لغاية ما تتأكد ان كل المكونات تجانست مع بعض. طبعا احنا كده خلصنا فرم، ما شاء الله الله اكبر. بصي الكمية عملت بالظبط معانا كيلو من خلطة الحواوشي، مع العلم ان احنا كل استخدمنا نص كيلو لحمة. طبعا انا هنا بستخدم عيش مصري، بصراحة ده الحاجة الوحيدة اللي جابها من بره في الفيديو، لان انا في الفيديو عاملة الطحينة والكاتشب لوحدي، عاملاهم في البيت. بصراحة اسهل وانضف. طبعا انت لما بتشتري العيش بتاع الحواوشي بتختاري العيش اللي هو بيكون سهل ان يتفتح معاكي. بعد كده بتبتدي عندك طريقتين للفتح، يا اما تفتحيه بنفس الطريقة اللي انا عملتها في الفيديو، يا اما بالمقص تقصي قطعة من قدام وتبتدي تحشي، ايهم افضل ليكي يعني. بس انا محبتش اهدر، مع اني لو انا كنت قصيت منها كنت هستخدم بواقي العيش دي في الطحينة زي ما هنشوف في باقي الفيديو. بس انا بصراحة لا، انا العيش كان ما شاء الله سهل ان هو يتفتح، فانا كنت بفتح الرغيف بطريقة بسيطة وابتدي ادخل العجينة بتاعت الحواوشي من جوه. خلصنا كل الكمية في الحشو. نيجي بعد كده قبل التسوية بنعمل ايه؟ بنجيب طبق فيه شوية زيت، وبالفرشة بندي دهنة بسيطة خالص من فوق ومن تحت عشان بس العيش بتاع الحواوشي ياخد اللون الحلو بتاع الحواوشي. وطبعا انا اللحمة بتاعتي اصلا فيها نسبة دهون، فلذلك انا هستكفى بفرشة بسيطة خالص من فوق ومن تحت. هخلص كل الكمية بنفس الطريقة. طبعا التسوية هتكون ازاي؟ التسوية عندي هتكون في الفرن. في ناس ممكن تسويها على البوتاجاز من فوق، بس انا بصراحة بستسهل التسوية في الفرن، لاني بتاخد الكمية كلها مرة واحدة وما بتاخدش اكتر من 10 دقايق في الفرن، وبيطلع حاجة ما شاء الله واللحمة بتكون استوت. اما فكرة الطاسة ان انا اقعد رغيف رغيف كل شوية بصراحة بتبقى مملة ومتعبة وبتاخد كمية من الوقت، فانا بستسهل بالنسبة لي الفرن.
او الميكرويف. وانت في كلا الحالتين يعني بالنسبه لك هتكون التسويه حلوه. يعني لو حبيتي تسويه على البوتاجاز من فوق، بتستخدمي طاسه وبتغطي الرغيف بتاع الحوش يعني لمده 5 دقايق، عشان تحسي ان اللحمه من جوه استوت. ترجع بتقلبيه على الناحيه التانية، وفي نفس الوقت برضو بتغطيه 5 دقايق، وبعد كده بتكشفيه. لا حابه تستخدمي طريقه الفرن، هوريكي في الفيديو ازاي بتستخدميها. برضو هعمل فيديو تاني مره هسوي فيه الحواوشي على البوتاجاز. طبعا انا كل الكميه هنا عندي خلصتها بالزيت، دهنتها وشها من فوق ومن تحت. جيت بعد كده قبل ما اشغل فرن البوتاجاز، رحت فاتحه الفرن بتاعت البوتاجاز، ورق السوليفان اللي بتستخدميه في الاكل فرشته على الشبكه، عشان خاطر بس ايه ما يقعدش ينقض معاكي في البوتاجاز من جوه. تفرشيه على طول الشبكه كلها، وبتبتدي تحطي العيش كامل. بعد كده بتشغلي الفرن من تحت مدة 5 دقايق. بعد كده بتبتدي الريحة بتظهر ما شاء الله، بتبقى ريحتها جميلة خالص. تروحي قلبها من الناحية التانية، يا اما تطفي من تحت وتشغلي الشواية، شوفي الاسهل ليكي. طبعا هنا هنعمل مع بعض طحينة بطريقة المحلات. بيعملوها ازاي؟ الطحينة اللي انا مستخدماها في الفيديو دي انا عاملاها في البيت، هبقى انزلكم الفيديو بتاعها. كنت بستغرب على كمية الطحينة اللي بتتباعت مع المشويات. طب هو بتاع المحل بيجيب الطحينة الخام؟ طب جربت الطحينة الخام برضو ما بتعملش الكمية دي كلها. عرفت بعد كده بيستخدم فيها العيش، ايا كان نوع العيش المتوفر عندك، عيش مصري، عيش فينو. لكن هتستخدمي العيش الفينو، بتشيلي الوش بتاع العيش عشان ما يظهرش معاكي في الطحينة ان هو زي حبيبات صغيرة كده. انا عندي هنا 3 رغفة من المصري، قطعتهم صغيرين. بعد كده ضفتهم في طبق، ضفت عليهم كوباية من المية لمدة 3 دقايق. بعد كده ضفتهم في الكبة، حطيت عليهم طحينة، حطيت عليهم ملح وليمون وخل وكوباية مية صغيرة، وضربتهم في الكبة. كانت دي النتيجة. بصي بسم الله ما شاء الله. دلوقتي احنا طلعنا من الفرن، بس ازاي مستوي؟ اللحمة من جوه مستوية خالص، عشان الناس اللي بتخاف تستخدم اللحمة نية. ادي ست الكل نية من الاول للاخر، واستوت ازاي ما شاء الله تبارك الرحمن. بكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب تكون استفدت من الفيديو. ان عجبك الفيديو اعملي لي اشتراك ولايك، وما تنسيش تفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. كنتم مع قناتكم صانعة السعادة أم كيان.